السلام البنات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم المخنفر الماوي او المخنفر الخفيف. كيجي زوين وغزال واقتصادي العشيه هكا. علاش لا مع كويساتاي. ونقول لكم المقادير. بسم الله. كيخصنا زليفه ديال الطحين، زليفه ديال السميدات البغرير، جوج معالق صغار ديال الخميره الفوريه، قبيصه ديال الملح، وجوج معالق السكر، وجوج خمارات ديال الحلوى. طبعا ونفس الزلايف اللي عبرنا بهم الطحين والسميده كنديروا منهم جوج زليفات ديال الماء دافي ماشي طايب. وخليكم معايا باش تعرفوا كيفاش غادي نمشي مع الوصفه. علاش قلت لكم كيجي ساهل؟ لانه كنديروه غير في الخلاط، ما كياخذش منا الوقت، كيوجد في نفس هو خص كيتعطل شويه في الخميره. الا خليناه يخمر واحد ربع ساعه، اما هو كيوجد في وقيته. بسم الله. درت زليفه ديال الطحين، غندير زليفه ديال السميده، غندير وكنديروا الخميره الفوريه ديالتنا، وكنديروا قبيصه ديال الملحه وجوج معالق ديال السكر، وغنديروا جوج زليفات ديال الماء دافي. طبعا قلت لكم البنات كيجيو غزالين والله خفاف العشيه هكا مع كويس اتاي. غنزيد الزليفه الثانيه دابا بسم الله، وغنديرهم في الخلاط. نديرهم في الخلاط البنات ونرجع لكم. انا دابا نديرها في الخلاط البنات انا منين درتها في الخلاط، ملي كانت في الخلاط كيوليو فيها هاد الفقاعات بحال هكا. يعني درتها تقريبا واحد 15 دقيقه وهي كدور. ودابا البنات منين درتها في الخلاط هي ما شاء الله خرجت زوينه. وكيف ما قلت لكم دوك الفقاعات كيكونوا فيها. باقي ما درتش فيها خماره ديال الحلوى، يعني باش تكونوا. بسم الله. انا دابا علاش غندير خمارات الحلوى؟ ايوا كيجيو غزالين غزالين مع العسل والزبيده، وتقدري ديريهم غير بوحدهم هكا كويستات القهوه وحليب، كيجيو زوينين. بسم الله. كنخلطهم بحال هكا. باش كنضربوا ديك الخميره معاهم التخلط ديال الحلوى، خمارات الحلوى. صافي هاد الهكا صافي. غندير لهم الومنيوم. سامحوني السلوفان زعما قصدت راني موجده السلوفان هنا، وقلت لكم الالومنيوم زعما السلوفان. شفتوا دابا هيا تبارك الله كي ولات غزاله، وشوفي كلها فقاعات. صافي دابا غنخليها تخمر تقريبا واحد نص ساعه. ودابا البنات درت ليها السلوفان شفتوا، وخليتها باش تخمر. ونظرا لهاد الاجواء دابا لانه كاين الجو بارد شويه، ضروري خصني نغطيو. خاص دايره لها السلوفان ضروري. غادي ندير ليها شي زويف بحال هكا ونخليها كيف ما قلت لكم 30 دقيقه هي نص ساعه، ونرجع لكم البنات. يا البنات ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ها انت شتي خمرات لينا. انا غنحلها دابا ما شاء الله. عرفتي خمرات ولات على من زيناتها. ها شفتي ها هنا. علاش درتها وسط لهاد البانيو؟ باش الخميره ديالها ما تنفخش، حيت منفوخه ما شاء الله. نديروها غير شويه باش دوك الفقاعات يخرجوا منها وصافي. وهانتوما البنات المقيلات اللي موجده، انا موجده هذه صغيره ياك باش يجيوني صغيورين، وموجده هذه شويه موينه. هانتو شفتوا. خليكم معايا بسم الله. اول حاجه البنات بسم الله كنديروا الزيت ياك. غندير في المقيله الاخرى حتى هي غير شويه باش ما يجيناش مزيتين. ايوا دابا البنات هاهي بسم الله
شو غير ما تكونش عامره بزاف. بسم الله. شفتوا البنات؟ دابا غنخليها حتى تطلع على هذوك الفقيعات بحال هكا شويه، ونقلبها في المقله الاخرى باش تاخذ طيبتها على راحتها، لان هذه صغيره جاتني بزاف. كنت بغيت ندير وحده صغيره وحده، ولكن جاتني مقله صغيره. غنقلبها هنا. هانتي دابا بسم الله حطي ايمان المقله فوق. كيجيو غزلان البنات، ولا غزالين الصراحه. انا كنشكر فيهم لانه يعجبوني، وبغيتكم تجربوهم، بغيت نشاركهم معكم. والاحسن في هذا الشيء هما دغيا كيوجدوا، ما كياخذوش الوقت، واقتصاديين. يعني اي كلشي متوفر في الدار الحمد لله. يعني ماشي شي حاجه اللي كثيره، غير الطحين والسميده والماء وخماره وخميره، ما كاين حتى حاجه اخرى زايده. يعني اقتصاديين. ها انتم البنات شفتوا كيجيو غزالين الصراحه. نخليهم يبردوا شويه وغنقسمهم لكم من الداخل باش تشوفوا كيفاش كيجيو. ودابا البنات كندوبوا عسيله وزبيده، كندوبوهم. ايوا هو هذا البنات الشكل النهائي ديالنا، حنا وجدناه. كيجي غزال الصراحه ولذيذ واقتصادي، وهذا الشكل النهائي ديالو. نتمنى يكون عجبكم ان شاء الله ونال الرضا ديالكم. ونتمنى حتى نتوما ما تنسونيش البنات من لايك واشتراك وتعليق باش تدعموني. والصراحه كيجي زوين غير جربوه على ضمانتي. خليكم معايا البنات باش نوريكم كيفاش كيجي من الداخل. ها نتوما البنات شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي من الداخل، كيفاش كيجي غزال البنات. شفتوا كيجي على من زويناتو من الداخل. ديري مع زبيده مع عسيله، ديري بزيت العود كيف ما بغيتي البنات. والله الا كيجي غزال. شوفوا الداخل ديالو ها، وبصحتكم وراحتكم البنات.